بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة بقى وانتوا طيبين. بدأ الحر والصيف وطبعا الحر والصيف عايزين حاجة ترطب على قلبنا. ففكرت اعمل لكم الايس كريم اللي احنا بنجيبه من بره. وخليكم معايا يا حبايبي، كملوا لاخر الفيديو وانتوا تعرفوا ان الايس كريم بتاع النهارده اللي احنا بنجيبه من بره بيبقى غالي. هتشوفوا ان شاء الله هيعجبكم. هنسمي بسم الله. اول حاجة هنجيب شوكولاتة خام وهنعمل لها حمام مية نسيحها، او لو عندنا مايكروويف برضو نسيحها فيه. ونجيب البسكوت ده يا جماعة بيتباع عند بتاع الايس كريم اللي هم بتوع العصير. وفي ناس اللي هم بتوع الجملة بتاع البسكوتات برضو ده بيتباع عندهم. اول حاجة هنغلف البسكوتة كلها بالشوكولاتة اللي انتوا شايفينها كده، علشان بعد لما نحط الايس كريم فيها ما تطراش مننا. فده غلاف علشان يحمي البسكوتة انها تفضل مقرمشة لحد اخر قطمة. انا عملت الكمية كلها كده، وبعد كده هحطها في الفريزر علشان الشوكولاتة تجمد. وبعد كده هنبدأ في خطوات الايس كريم نفسه. دي كوباية كريم شانتيه خام. وعندنا لبن بودرة، هنحط معلقتين كبار لبن بودرة، وهنحط معلقة عسل كلوكوز علشان بيساعد على المطة. اللي احنا بنجيب الايس كريم اللي هو الجاهز بيبقى فيه مطة كده يا جماعة، اللي بيساعد على كده هو عسل الكلوكوز. هنحط معلقة واحدة بس. وبعد كده هنحط السكر 4 معالق كبار سكر بودرة. وبعد كده هنقلب كل المقادير دي كلها على بعضها. ونجيب مضرب كهربائي ونضرب. والمية عندنا مقدار مية كوبايتين. ولازم المية دي يا جماعة تكون متلجة جامد في الفريزر، ويا ريت يكون فيها كريستالات اللي هي التلج. فده بيساعد ان الكريم شانتيه بيجمد معايا بسرعة. هنقلب كل المقدار ده كله على بعضه يا جماعة بالمضرب الكهربائي لحد ما ناخد السمك اللي انا هوريهولكوا في الاخر. وهتشوفوا معايا دلوقتي بسم الله. هنبدأ نضرب كل المقدار ده بالمضرب لحد ما يتقل. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، انا بقلب البودرة الاول علشان ما تطرش مني. وبعد كده هبدأ اقلب اشغل المضرب زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اوصل للسمك المطلوب. انا بحط كوباية ونص الاول مية، وبعد كده ببدأ ازود اخر نص شوية بشوية علشان الكريمة اشوف المقدار، يعني السمك اللي انا حباه اوقف عنده. بس هي هتاخد كوبايتين كلهم، اللي هما كوبايتين المية. واللي بعاير بيها يا جماعة، الكوباية اللي بعاير بيها الكريم شانتيه هي نفسها اللي هعاير بيها المية. وشرط يا جماعة ان يكون المية متلجة في الفريزر، علشان ده بيساعد على ان الكريم شانتيه يجمد معايا بسرعة. هنحط بقية النص كوباية. انا قلت لكم هنا ان هياخد الكوبايتين كلهم، بس انا بحب ازود شوية بشوية علشان مقدار المية ما يعني ما يزيدش مني وتبقى طرية، وبعد كده معرفش اتصرف ان انا هبدأ بقى ان انا هزود كريم شانتيه، واحنا مش عايزين كده. احنا عايزين هما المقدار المظبوط، كوباية كريم شانتيه على كوبايتين مية متلجين، ويا ريت يكون فيهم حبيبات تلج، ده بيساعد على التماسك. هنا هبدأ انا نضرب اهوت لحد ما اوصل للسمك المطلوب. انا عايزاه زي ما هوريهولكوا دلوقتي السمك بتاعه. وبعد كده هجيب اي كيس، هو ده السمك يا جماعة اللي انا بقول لكم عليه. بعد كده هجيب كيس كريم شانتيه عندي بأي بلبلة تحبوها. وبعد كده هبدأ اعبي الكريم شانتيه في الكيس كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ اعبي معاك. وهجيب بقى البسكوتات اللي انا كنت حطاها في الفريزر، لازم يا جماعة احطها في الفريزر عشان الشوكولاتة تتمسك فيها. وبعد كده هبدأ هنا احط فيها الكريم شانتيه معايا اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هو كده بقى ايس كريم اهو. هنحطها فيها. وفي خطوة تاني محدش ان هو يعني يقول كده خلاص، لا لسه في، كملوا الفيديو لحد الاخر.
وده يا جماعة برضو بقية المقدار هحطه هنا. لو حد ما عندوش مثلا البلاستيكية اللي انا كنت جايباها في الاول دي، فاي حاجة كوباية مثلا واسعة زي دي احط فيها البسكوتات كلها واوقفها كده زي ما انتوا شايفين. اهو يا جماعة بتصرف باي حاجة متاحة عندي. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده عملت كل الكمية اهي، وبرضه هحطها في الفريزر علشان البتاع ده الايس كريم نفسه يتجامد معايا. وده اللي هو الاولاني اللي احنا عملناه مع بعض. انا هحشيه يا جماعة من جوه بتاع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. صوص كراميل انا عملته هنا على الصفحة، اللي ما شافوش يرجع للصفحة ويشوفه، يا اما هنزل لكم التعليق في اول كومنت. اهو يا جماعة بقرطاس كده، قرطاس ورق زبدة، عملته زي القرطاس وعبيت فيه الكريم الكراميل، وبدأت ان انا هحشيه من النص كده، يعني قبل ما يجمد مني يا جماعة. بعد ما حشيت الكمية كلها هبدأ احطها في الفريزر. كده حطيته في الفريزر، وجبت بقدار الشوكولاتة اللي هي السايحة، وحطيت عليه هنا فول سوداني مجروش كده نص جرشة، مطحنوش جامد، اخليه يعني يكسره نص تكسيرة كده. وبعد كده هبدأ اغطس فيه البسكوتة كده، اهو الايس كريم زي ما انتوا شايفين كده. الايس كريم ده يا جماعة انا جمدته الاول في الفريزر بعد حشوة الكراميل. بدأت احطه في الفريزر عشان يجمد، وابدأ احط فيه الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده، وهتشوفوا دلوقتي هيجمد. علشان هيجمد مني دلوقتي علشان انا حطاه في الفريزر جمد. وبعد كده بدأت ان انا اغطسه في الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. هيبدأ دلوقتي الشوكولاتة هتنشف علشان الايس كريم نفسه مجمد في الفريزر. انا هعمل كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هبدأ احطها في الفريزر علشان ما تفكش مني وتسيح مني. وبعد كده هقدمه لكم كل الكمية، وهوريها لكم وهوريكم الكراميل من جوه عامل ازاي. شايفين يا جماعة؟ شايفين من غير لسه ما حطيتوش في الفريزر ولا اي حاجة، وجمت في ثواني اهو قدامكم من قبل ما احركه. كده انا عملت كل الكمية وحطيتها في الفريزر، ورجعت لكم تاني وهوريكم دلوقتي الكراميل من جوه عامل ازاي اهو. هقطع لكم واحدة دلوقتي وهوريكم الكراميل اهو. شايفين يا جماعة صوص الكراميل عامل ازاي من جوه اهو؟ مش ده يا جماعة الايس كريم الكومبو اللي احنا بنجيبه من بره؟ جربوه ان شاء الله مش هتندموا، وهيعجب اولادكم. وعايزة منكم لايك وشير واشتراك في القناة، ودعموني يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.